هاد الشاب هذا اللي امامكم على الصورة سميتو عبد الرحمن العيساوي، ابن مدينة واتزم، ابن المملكة المغربية. هاد الشاب هذا في عالم ديال الطيران، في هاد الصناعة ديال الطائرات ما يقارب 23 سنة ديال الخبرة. كان دائما الحلم ديالو انه يوصل لواحد المستوى عالي في هذا المجال هذا، وبالفعل حاليا وصل لواحد المستوى عالي. واحد الشركه سميتها عيساوي اير كرافت. هاد الشركه انتج واخترع هاد الطائره هذه في المجال المدني وفي المجال العسكري. في المجال المدني قدر انه يدير هاد الطائره يعني في مثلا الطائرات السفريات الخاصه، كتحمل 5 مقاعد، وكاينه ديال 10 ديال المقاعد. وفي المجال العسكري عيدير طائره اخرى اللي غادي تكون في الاستخبارات يعني في ترقب الاجواء، في يعني فيما يخص المجال العسكري غادا تخدم المغرب بزاف. وهذا هو الحلم ديالو، بغى هاد الشركه غيديرها في البلاد، والمملكه المغربيه غادا تعاونو، وكيهز واحد الهم، واحد الحمل ثقيل وثقيل بزاف. وكان قال لهم انا ما فكرش انني نمشي نخدم يعني خارج المغرب، وانا باغي هاد الشركه هذه نديرها هنايا، وهاد الطائرات وهاد الخبره ديالي كامله بغيتها المملكه المغربيه تكون يعني هي اللي تستافد من هاد الشيء هذا. والمغرب راه حاليا دابا راه كيدعم هاد الشباب هذا، غادا ندير ليه واحد منطقة صناعية خاصة بهذه الطائرات هذه، وراها كتمشي تقريبا بسرعة تناهز 350 كيلومتر في الساعة، وعندها بزاف ديال المزايا. وراه كنخرج صرح في واحد البرامج الإعلامية، عندها بزاف ديال المزايا، عندها فيها جميع التكنولوجيا الحديثة حاليا اللي كتطلب في المجال ديال الطيران، على مستوى الأمن، على مستوى يعني القوة ديالها، التحمل ديالها. عندها يعني واحد البعد عسكري أيضا اللي تحتاجه، وباغي هو يعني يساعد حتى يعني القوات المسلحة الملكية أنها تستافد من هذه الطائرة هذه. إذا تبارك الله، الشباب المغربي ديالنا خصها تعطاه غير الفرصة. راه عندنا تبارك الله يعني أدمغة في كل مجالات الصناعة، في مجال ديال الأدوية، في مجال ديال الفلاحة، في جميع المجالات. والمملكة المغربية حاليا بدات كتعطي الفرصة للشباب ديالها باش ما يخرجوش لخارج أرض الوطن. وهاد كما تيقول هاد الابتكارات، وهاد كما تيقول الأيادي الذهبية تبقى في المغرب.